تخيل معايا لو انت وعيلتك ساكنين في قرية وعايشين في سلام وأمان، وفجأة جالك بلطجي وقالك إن القرية دي بتاعته وإنك لازم تسيبها وتهاجر. ولما رفضت تسيب بيتك قام البلطجي راح جاب عيلته وجاب السلاح وبدأ يقتل عيلتك وأطفالك لمجرد إنك بس بتطالب بحقك. وده اللي بيحصل في فلسطين بعد 75 سنة من القتل والاعتقال والتهجير والحرمان حتى من أبسط الحقوق زي التعليم والصحة وإنك تمارس شعائرك الدينية بكل حرية والأمان. ولما طالبت بحقك بدأ العدو يقتل النساء والأطفال والشيوخ بأبشع الطرق اللي ما بيقبلهاش لا دين ولا عرف. كل ده حرفيا بيحصل في فلسطين كل ثانية من سنة 75 لحد النهاردة. أطفال ونساء وشيوخ بيتقتلوا بدون أي ذنب من كثرة الصهاينة إنهم بيقصفوا مستشفيات ومباني ومدارس، حتى دور العبادة ما سلمتش منهم فبيقصفوا المساجد والكنايس. وفي كل لحظة لحد دلوقتي عدد الشهداء بيزيد وعدد الجرحى ما بيتحصيش. ومع كل ده دولة الصهاينة قطع كل الخدمات، لا مية ولا كهرباء ولا حتى المساعدات اللي جاية من بره بتخش. 2 مليون واحد تحت القذف والحصار بأبشع الطرق اللي ما بيقبلهاش أي مسلم أو أي إنسان حر على وجه الأرض. والعالم كله بيتفرج دلوقتي وودني من طين وودني من عجين. وفي وسط كل ده وانا بغمض عيني من الحزن لقيتني افتكرت الصحابة زمان، افتكرت ايام ما المسلمين كانوا بيضحوا بارواحهم بكل حب عشان الجنة. عمرها والله ما كانت معركة عتاد وسلاح، دايما معركة ايمان وعقيدة. بالرغم من التعذيب والحصار والقهر اللي كانت بتعمله قريش على المسلمين، الا انه احنا المسلمين اعند واعتى امة على وجه الارض. لا بنضعف ولا بنبطل بسبب احتلال او عدوان. سرحت اكتر وافتكرت العزة اللي بتبقى دايما مع المسلمين، وافتكرت رسالة الخليفة هارون الرشيد لناقور والي الروم لما رفض بس يدفع الجزية وحب يتجبر، فبعت له الخليفة هارون الرشيد رسالة بدايتها عزة وقوة من هارون امير المؤمنين الى ناقور كلب الروم. وقال له في مقتضى الرسالة لو ما سلمتش ودفعت الجزية هبعت لك جيش ما يخليش منكم حد. عزة دايما مش هتلاقيها غير عند المسلمين. ولا لما عمر بن عبد العزيز بعت جيش بكامل عشان مرأة اتأذت، ولا الحجاج بن يوسف الثقفي لما بعت جيش عشان مرأة واحد اعتدى عليها. والله العظيم دي عزة الإسلام اللي بيصلح القلب ويخلي دايما عينك على الآخرة ويخلي الدنيا في عينك ما تسواش، فتجري تضحي بنفسك بكل حب عشان الجنة. وعشان تعرف الفرق بيننا وبين اليهود، لما سيدنا موسى أمرهم يخشوا الأرض المقدسة تخيل ردهم كان إيه؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ده طبعهم طول عمرهم جبنة، حتى لما رد عليهم 2 من الصالحين وقالوا لهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن منتظر ايه من اكثر صنف من البشر؟ وعلى النقيض تماما لما نبي الله صلى الله عليه وسلم بعت المسلمين بعدد 3000 جندي يحارب الروم 200,000 جندي. وهنا الفرق تماما، المسلمين راحوا ودخلوا المعركة وسبتوا فيها بشكل ما يتحكيش في روايات. وعايزك تسمع قول الصحابي عبد الله بن رواحة في الغزوة دي: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. ودلوقتي الحاجة الوحيدة اللي باقية من ريحة الصحابة هم الفلسطينيين، لو راحوا فراحت كل حاجة. سلام. الله يرحمهم، الله يقبلهم. هالعيطش يا زلمة، أنت زلمة، كلنا شهداء، كلنا مشاريع شهداء، كلنا مشاريع شهداء. قل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصابتي واخلفني من خير منها. سامحوا ابن عمه، سامحوا، مالكوا يا عم، شدوا حيلكم. ارض جهاد هذه وارض رباط، كنا في سبيل الله. احنا ليش عايشين؟ بكره بياخذك من ايده وبخششك الفردوس الاعلى. الشهيد بتشفع على 70 واحد من اهل بيته، ل 70 واحد بتشفع. كرهان؟ مش خساره في ربنا، الله خلقنا والله بياخذنا، الله يفعل ما يريد، واحنا الحمد لله صابرين وبنرضى قضاء الله وقدره.